السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفة النقاب اللي كنت لفاها في الفيديو بتاع لفات النقاب اللي البنات كذا بنت سألوني عليها، اللي انا كنت بصور بيها الفيديو مش اللي عملتها في الفيديوهات. هعملها لكم النهاردة ان شاء الله. انت بتحتاجي فيها ايه؟ بتحتاجي فيها النقاب والاشارب ده والاشارب الصغنن، الاشاربين دول صغيرين علشان ما يتزحلقش الخمار من على راسك. شارحة طريقة لبسهم في الفيديو التاني. ايه اللي هتعمليه بقى في اللفة دي؟ لازم اللفة دي تلبسيها على اسدال، على ملحفة، على جلباب، حاجة واسعة جدا طبعا، ما تنفعش بقى على جيبة وبلوزة ولا عباية ضيقة والكلام ده. هتحتاجي فيها ايه غير النقاب والاشاربين؟ طرحة مستطيلة، الطرحة المستطيلة العادية اللي هي بتاعت اللي بتشتريها مع العباية دي اهي، ما فيهاش اي حاجة. هنعمل ايه بقى؟ مش هتلبسي طبعا خمار، انت هتلبسي دي والاشاربين دول وفوقهم الطرحة المستطيلة. هتجيبي الطرحة من على الحرف خالص، تحطيها على راسك، ما تلزقيهاش بقى كده، لا اهي سيبيها واسعة كده شوية، وتمسكيها بدبوس من هنا ودبوس من هنا، وتاخدي بقيتها كده كلها كده وتلفيها على راسك، بحيث تجيبي الطرف ده الناحية دي. ما تشديهاش بقى، لا سيبيها برضو كده ايه خفيفة، مسكيها بدبوس من فوق من هنا. خلاص بس ظبطيها انتي بقى، يعني هتلاقي حتة طالعة كده اهي، مثلا لقيتيها عاملة كده اهو، دخليها كده بس. عايزة تطلعي النقاب بره كده طلعيه، عايزة تدخليه دخليه. هتبقي لابسه تحتيها بقى اسدال واسع اسود طبعا عشان متبقاش خفيفه ومبينه. هي دي اللي انا كنت لابساها، ده الخمار ده على فكره، ده الخمار اللي انا لابساه بصور بيه، لكن انتي هتبقي لابساها على العبايه، يعني تخيلي الخمار ده العبايه خلاص كده اهو. حتى لو اترفعت كده وانتي ماشيه وهتبقي لابسه ملحفه واسعه او اسدال واسع خلاص اترفع، يعني تخيل ان ده الاسدال او ده الملحفه اهو، وهي الطرحه كده هنا اهي محطوطه بس كده تمام بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.